تخيل كده يا صديقي حكم في ماتش رسمي بيوقف اللعب وبيزعق في وش اللعيبه بس مفيش معاه كروت لا اصفر ولا احمر. الموضوع ده حصل بجد سنه 1976 في الدوري الانجليزي. الحكم روني تشالك دخل الماتش وهو ناسي الكروت في الاوضه والراجل مكمل عادي ومش واخد باله. كل ما لاعب يعمل فاول يجي الحكم يزعق عليه ويشاور بايده بس اللعيبه واقفه مش فاهمه حاجه، هو فاول ولا مش فاول، في انذار ولا لا. الحكم كان بيقول لهم اعتبر نفسك واخد انذار بس من غير كارت رسمي. الموضوع فضل مكمل كموقف كوميدي جدا لحد ما حصل فاول يستحق الطرد. الحكم وقف، اللاعب وقف، والحكم قال له اخرج بره من غير ما يطلع الكارت الاحمر. فاللاعب وقف مستغرب، هو المفروض يمشي ولا يكمل؟ الجماهير كانت في حاله ضحك هستيري لدرجه ان الحكم نفسه حس بالاحراج، وبعد الماتش اعترف انه نسي الكروت في الاوضه وانه كمان حاول يمثل انه كان معاه كروت بس الدنيا فضحته. تخيل يا صديقي لو الموقف ده كان حصل في الدوري المصري، اللعيبه كانت هتكمل ولا هتستعبط وتقول مفيش كروت يبقى مفيش حاجه؟ قول لنا رايك في الكومنتات.